قال لك تلطف بينا انت الوحيد القهار نسعى رضاك يا العالي، تلطف بيا انت الغني، حرمة القلم وحرمة الكرسي واللوح، اللي في الله ما مساني، والباب بالرحمة مفتوح، التاتابت على ايماني، والسادس العيب يوم قبيض الروح، والجيم جفلت يا موالي، من هم الموت والعمر توني قصار ما سوق حد ما يوالي، فرض علينا الموت قصارت الاعمار نسعى رضاك يا العالي. قال لك السين الساس به هاوي، والشين شربنا في حوض رسول الله، الها هو اللي يداوي، والواو الطب يعرفوه هو مولاه، مول الشان العظيم قاوي، ولا مالي لا اله الا الله، فيه وفايا معاك مالي، الهمزه الرجاء في الحنين الغفار، لا يتكلني على فعالي، ويمحى الذنوب عنا كل نهار. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله في استضافه احد الزجاله الكبار، احد الناس اللي معروفين هنايا في فايت حاج الحسين، يعني كنعتبروه من الشيخ والشيوخه ديال هذه المنطقه هذه، اللي ما شاء الله حافظ بزاف ديال الشعر، حافظ بزاف ديال الشعر، وتبارك الله عنده واحد الصنعه في يديه تبارك الله. هو المعروف هنا في هذه المنطقه هذه بهذه الصناعه ديال طبيعه الحال كاع كل ما هو تقليدي. اليوم غادي ان شاء الله نسولوه بعض الاسئله باش يحاول ان شاء الله ندخلوا معاه في الحياه ديالو شي شويه، كيفاش تعلم هذه الصنعه هذه، علاش خداها، كيفاش طور هذه الصنعه، كيفاش يعني دوز الحياه ديالو في هذه الصنعه هذه اللي تبارك الله كتكون يعني هي من بين يعني من بين الصناعي اللي بدات كتفقد مؤخرا. والسي الحاج هو من بين الناس اللي حافظوا على هذه الصنعه هذه، ونتمنوا ليه ان شاء الله طول العمر. السي الحاج، هاد المساله ديال الحجر انا ورثت هذه الصنعه هذه على الله سبحانه، هو كان شاف غير بعينيا واللي شفتها بعينيا، ما خدمت عند حد ما والو، تعلمت راسي، شوفها عند شي معلم بحال هكا وكنخدم وكنفكر، ولا شفت شي هديه عند شي واحد بحال هكا كنت عليها ونصاوب وكذا. ولكن اللي معروف في هذا الصناعي هادو بحال هكذا يعني كانوا يعني من قديم الزمان. كنا كنهضروا على واحد المساله اللي هي مساله قديمه جدا، يعني خدام هذا الشيء هذه الحرفه. نعم، خدمت ما ورثها على شي اب ولا جد ولا كذا، كنشوف بعينيا وكنخدم بيديا. اذا الوالد ديالك ما كان كيستعمل هذه الحرفه هذه؟ لا، كانت عنده واحد حرفه اخرى. لا كانت هكذا. بالنسبه لهذا كيدير بالنسبه لهذه الحرفه هذه، ما شاء الله تبارك الله، الى لاحظنا تبارك الله الله يجعل البركه، كاين فيها يعني بزاف ديال المنتوجات. يجعل البركه بلاد ما بعيش وخلاص. نعم. اللي عطى الله في الوقت. بالنسبه للسي الحاج، نعم، هاد المساله هذه يعني كيفاش الانسان كيستطيع انه يعيش في هذه الحرفه هذه، كيفاش طورتيها؟ احنا هضرنا شي شويه على هذه الحرفه هذه. الحرفه خدمناها مثلا زعما باقي صغار، ولكن انا كنشوف نجي عند شي حريفي هكا ونشوف اش كيدير وكذا، وكندير حتى انا هكا. اشنو كيسميوها الحرفه هذه؟ هذه هي الناس اللي تعرفوا الطريقه الكردوني. هذه هي السميه القديمه ديالها الحريفيه، هذا الكردوني هذاك. ولكن يعني كيقولوا ليها شي حاجه اخرى، ربما الاسكافي ولا كاين اللي كيقول اسكاف، كاين كل واحد اللي يقول. ولكن بالنسبه لكم انا في هذه المنطقه هذه، نعم، كتقولوا ليها الكردوني. الكردوني.
هي السي الحاج معروف عليك بطبيعه الحال السي الحاج انك يعني انت خدام وكتقوم بهذا العمل ديالك معيشين البيت الدراري. نعم يعني كبروا الحمد لله. يعني هذا العمل هذا العمل شريف الحمد لله اللي الحمد لله كيبقى الانسان محافظ على الاصاله ديالو على التقاليد ديالو. نعم محافظين عليها حتى يبدي الله العمر ما كنبغيش نبدلوه. نعم معروف عليك السي الحاج بانه راه عندك بعض الاشعار حفظ بعض الاشعار يعني بطبيعه الحال في هذا العمل ديالك فكتكون قدام وانت يعني بالرفقه ديال الاصدقاء ديالك انك كتلقي بعض الاشعار ممكن تعطينا بعض النماذج في هذه المساله هذه السي الحاج؟ نعم سيدي. شي حاجه اللي كتهضر على الحياه ولا كتهضر على الصنعه ديالك؟ نعم. اشنو كيقولوا الناس القدام على الصنعه؟ الصنعة قال لك الهارون الرشيد قال لك الصنعة فضل تغني وتستر وقيلة تزيد في العمر. الصنعة مزيانة عايش بكديديك. نعم. ما درت شي حاجة ما ديت شي حاجة ديال الحرام ما درت شي حاجة اللي ما خدمتها بيديك ما كاينش شي ابيات شعريه في هذه المساله هذه ديال على الصنعه؟ الصنعة ما ابيات شعرية كاينين ابيات شعرية في محل اخر في كلام اخر ماشي في اييه واخا فيدنا بشي حاجه اللي هي